هو ينفع حيوان انقرض العلماء يرجعوه تاني للحياة؟ طبعا، وده حصل فعلا. مش عارف ليه الموضوع المرة دي بدأ يخوفني. ممكن كل مرة يكون عادي، لكن المرة دي بالذات الموضوع فعلا يقلق ويخوف. لما يرجعوا حيوان منقرض بقاله أكتر من 10,000 سنة للحياة مرة تانية ويبقى موجود في إيديهم، يعني ممكن في يوم من الأيام يرجعوا لنا الديناصورات. وده الخبر اللي هز كل مواقع السوشيال ميديا وهز كل المختبرات العلمية الفترة اللي فاتت. الساعات اللي فاتت مختبر أعلن عن أغرب خبر ممكن تتخيله أو تسمع عنه، إنه في حيوان منقرض من أكتر من 10,000 سنة اللي هو الذئب الأبيض. بدأوا ينتجوه تاني، وفعلا في 3 جراوي اتولدوا وبقى عندنا حيوان منقرض من اكتر من 10,000 سنه اللي هو الذئب الابيض. ولو ما تعرفش تعالى اقول لك عن الذئب الابيض انه ارتفاعه عن الارض حوالي متر وطوله حوالي 180 سم، وكان معروف بالشراسه بتاعته. بدا مع الوقت ان هو ينقرض زي ما حاجات كتير انقرضت من الحيوانات، وبقاله اكتر من 10,000 سنه محدش يعرف عنه حاجه. لكن بالصدفه بعض العلماء اكتشفوا الحمض النووي بتاعه من جوه حفريه من الحفريات، والحفريات دي اللي بتبقى موجوده وبتكتشف مع الوقت. بعد مرور آلاف السنين على انقراض الحيوانات دي بيبقى في بعض الحفريات، والحفريات دي ممكن يكون عايش فيها الحمض النووي. وهو ده اللي حصل فعلا، انه العلماء لما اكتشفوا الحفريه دي لقوا جواها الحمض النووي بتاع الذئب الابيض. يسيبوه في حاله؟ لا طبعا ما ينفعش. راحوا جايبين الحفريه دي وخدوا منها الحمض النووي، وجابوا خليه من ذئب موجود عادي من الذئاب العاديه اللي احنا عارفينها دلوقتي، وراحوا حقنين الحمض النووي للذئب الابيض المنقرض في الخليه بتاعه الذئب اللي موجود دلوقتي. وبداوا ان هم يعملوا هجين جيني، يعني بمعنى اصح بيعملوا تعديل وراثي على الماده الوراثيه اللي موجوده في الخلايا دي، وقدروا ان هم يعملوا خليه بماده وراثيه جديده وبصفات جديده تماما، او بمعنى اصح صفات قديمه جدا كانت موجوده من اكتر من 10,000 سنه، وهي خليه الذئب الابيض الرهيب. ولو لسه ما عملتش متابعه لحد دلوقتي اجري بسرعه واعمل متابعه عشان اللي جاي افظع بكتير. لحد هنا ونقدر نقول انها كانت نقطه عاديه وتغيير جيني بيحاولوا يعملوه، لكن اللي جاي هو اللي مش عادي. العلماء جابوا الخليه الجديده اللي محقونه بالحمض النووي بتاع الذئب الابيض وراحوا زارعينها جوه رحم كلب، وزي اي حد بيزرع عشان يستنى يحصد. وللاسف اليومين دول ولدت 3 جراوي بانواع مختلفه تماما عن اللي احنا عارفينه. يعني الذئب الرمادي العادي اللي الناس كلها عارفاه مش هو ده اللي الكلبه ولدته، لكن ولدت ذئب ابيض رهيب، وهو ده الذئب المنقرض من 10,000 سنه. وطبعا الاوساط العلميه كلها بدات تتكلم ازاي قدروا ان هم يعملوا ذئب انقرض من اكتر من 10,000 سنه، وبداوا يوعدوا الناس ان هم في 2028 هيعملوا الماموس اللي هي الفيله الكبيره قوي اللي كانت موجوده من آلاف السنين، وطائر الدودو وغيرهم كتير من الحيوانات. بس لحد دلوقتي لسه ما اعلنوش عن اللحظه اللي المفروض يتكلموا فيها عن الديناصورات. بس طبعا العادي بتاعنا طالما بدانا في السكه دي وبدانا نجري ورا الحيوانات المنقرضه من زمان، اكيد مليون في الميه هيجي في دماغهم الديناصورات. وطبعا الديناصورات اللي انقرضت من آلاف او ملايين السنين موجود منها حفريات كتير جدا من آلاف السنين، وحاليا الحفريات دي موجوده ويقدروا ان هم يستخرجوا منها الحمض النووي بتاع الديناصور. تفتكروا الفكره دي مش هتيجي في دماغهم؟ وهل الموضوع ده هيبقى حاجه كويسه في الاوساط العلميه عشان نقدر نسميه كانجاز علمي اتعمل الفتره دي، ولا هيبقى بدايه لكارثه جديده من الكوارث اللي هم عمالين يبداوها ومش عارفين يوقفوها؟ او بمعنى صح هيبقى بدايه لفيلم جوراسيك وورلد. وطبعا الفيلم ده كلنا عارفينه وعارفين كان بيتكلم عن قصه انه في ديناصورات مش عارفين يتحكموا فيها بسبب ان هم بداوا يهجموا على البشر، وان عالم الديناصورات بدا يرجع تاني وبدا هو اللي يسيطر، وبداوا البشر يفقدوا السيطره عليه وما كانوش عارفين يعملوا اي حاجه قصاد عالم الديناصورات. يعني جوراسيك بارك كان حاجه مبدئيه بيعرضوها للناس عشان يبقى في حاجه بتمهد لهم الطريق على اللي هيحصل، وده اللي اتكلمنا فيه قبل كده كتير في افلام كتيره جدا اتعملت، كانت مجرد انها بتمهد بدايه لحاجات حقيقيه بتحصل مع الوقت، بس الافلام دي كانت تمهيد للي هيحصل عشان يأهلوا البشر ان هم يستقبلوا اخبار جديده زي اللي بيحصل دلوقتي. وطبعا كتير من الافلام دي كان زي افلام الذكاء الاصطناعي والروبوتس اللي حاليا احنا شايفينهم قدامنا وعايشين معانا، بس زمان كانت مجرد خيال علمي وكانت افلام احنا بنتفرج عليها ومتاكدين انها مش هتحصل. يعني لو جينا نراجع فيلم من الافلام اللي احنا كنا مفكرينها خيال علمي وكنا بنتفرج عليها ومستمتعين بيها، واللي بيخاف مننا بنقول له ما تقلقش يا حبيبي ده مجرد فيلم مش حقيقه. النهارده بعد الاحداث اللي بتحصل دي وبعد رجوع حيوان منقرض من اكتر من 10,000 سنه، نقدر نقول ان هم ممكن يرجعوا حيوانات تانية منقرضه برضو من آلاف السنين. طبعا الشغف في العلم عمال يزيد، وكل اللي هم عمالين يعملوه ان هم بيبوظوا التوازن البيئي مش اكتر. وطبعا زي ما احنا عارفين ان دايما البيئه بتكسب وهي اللي بتفرض سيطرتها، وكل ما البشر بيحاولوا يبوظوا في التوازن البيئي البيئه بترجع تستعيد التوازن ده تاني. بس يا ترى المره دي هيكون على حساب مين غير البشر اللي هم السبب اصلا في انه التوازن البيئي يفقد التوازن بتاعه؟ تفتكروا الديناصور ممكن يرجع تاني؟ انا عادل مجدي شير كتير جدا من الفيديو ده لانه ناس كتير بتسال على الافلام اللي كانوا بيتفرجوا عليها يا ترى هي حقيقيه
ولا لا؟ ومستني رأيك، هل اللي بيحصل ده دلوقتي هو إنجاز علمي وحاجة كويسة للبشرية، ولا فعلا هتبقى بداية كارثة جديدة وبداية لتنفيذ أفلام الخيال العلمي، بس المرة دي هتبقى حقيقة علمية مش خيال علمي؟